السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والنهارده معانا وصفة جديدة، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. لو انت ما بتحبيش تقفي كتير في المطبخ وفي نفس الوقت بتحبي المعجنات، انا النهارده جايبه لك طريقة جديدة، ولا هتعجني ولا هتورقي ولا هتخمري، وفي نفس الوقت هتعملي معجنات سهلة وبسيطة وبتخلص في ربع ساعة، مش اكتر من كده. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت عندي هنا البولة وحطيت فيها كوباية لبن، وحطيت كوباية ونص زبادي، وهدمج ده كله مع بعضه. وهجيب معلقة بيكنج باودر بتاعت شاي، ومعلقة معلقة سمنة فلاحي كبيرة. وجبت الصينية بتاعتي هنا ودهنتها، وجبت هنا لفة جلاش. وهعمل هعمل الجلاش بس على طريقة انه نفس شكل الكرواسون، باي حشوه بقى تحبيها او اي حشوه تفضليها، جبن، شوكولاته، ايا كان اللي عايزه تحطيه، خضار براحتك خالص. انا هنا جبت اول طبقه، وبعد كده حطيت شويه من الخلطه بتاعتي اللي هي الزبده مع السمنه، قصدي مع الزبادي مع اللبن، وفردت كده على اول طبقه من الجلاش. ودي تاني طبقه حطيتها برضو، وهفرد برضو من الخليط اللي انا عملته مع بعضه كده. وبعد كده هجيب الطبقة التالتة واحطها فوق الطبقتين اللي انا دهنتهم، بس هنا مش هدهن الطبقة التالتة. وهجيب هنا عندي القطاعة بتاعة البيتزا، هقطع بيها زي ما بنقطع بالظبط العجينة بتاعة اللي بنبقى عاملينها او مخصصينها عشان نعمل بيها كرواسون او باتيه. جبتها كده وبقطع بيها كده نفس الشكل كده، اللي هو المثلثي ده الطويل ده. بس انا هنا كنت مكبراها شويه عشان اعرفكم، يعني انت ممكن تكبري تصغري، يعني عايزه تخليها كبيره زي ما انا عاملاها براحتك، عايزه تصغريها اصغر من كده شويتين برضو براحتك. بس انا قلت عشان تبقى واخده الحشو براحتها، وتبقى مشبعه كده. لو حد من الولاد اخد منها وحدتين كده وهو مستعجل مثلا، انا بالنسبه لي يعني عشان الولاد بيبقوا نازلين رايحين الكليه، فبقول لهم مثلا خدوا واحده او اتنين معاكم. وابني الصغير لو رايح المدرسه برضو بحط له منها في اللانش بوكس لو انت حابه يعني. وانت ممكن لو هتفطري منها هتحطيها برضو، تتعشي منها واحده مع كوبايه شاي بلبن كده براحتك. هنا حطيت الجبنه بقى، اي جبنه بتفضليها. انا حطيت جبنه فيتا عادي، وفتحت كده بالقطاعه برضو الجلاشيه، الجنب بتاع الجلاشيه. وبعد كده لفتها كده زي الكرواسونايه. بصوا نفس الشكل ازاي بتاع الكرواسونايه، بس طريقه سهله وبسيطه. وانجزنا نفسنا، ولا بقى عملنا ولا عجنا ولا ورقنا ولا خمرنا ولا اي حاجه. يا دوبك هنحطها كده ونملى بيها الصاج بتاعنا او الصينيه بتاعتنا، وبعد كده نحطها. طبعا اكون مسخنه الفرن قبليها ب10 دقايق، واقوم جايه مدخلاها الفرن تاخد بس تشميعه بسيطه من تحت، وبعد كده تاخد لون من فوق. هنا بقى بفتح زي ما انتم شايفين كده. ولو مش عايزه تفتحيها برضو عادي، هي مش فارقه كتير يعني في ان انا افتحها او ما افتحهاش. وبلف كده زي ما قلنا زي الكرواسونايه كده، زي ما بعمل نعجل عجينه الكرواسون. وبحطها كده في قلب الصينيه بتاعتي او في قلب الصاج. لقيت طبعا الصينيه التانية كبيره، ففضلت ان انا انقلها في الصينيه الصغيره دي اللي على قدها. وبعد كده هعمل جزء تاني هحشيه بشوكولاته او نوتيلا، من النوتيلا الاقتصاديه اللي انا كنت عاملاها مع حضراتكم في فيديو قبل كده. نفس الطريقه، بجيب بقى اول جلاشيه وادهنها برضو بالخلطه بتاعتي اللي انا عملتها مع بعضها. وبعد كده احط الطبقه التانية واعمل بنفس الطريقه وادهنها. وبعد كده نفس الطبقة التالتة بفردها فوقيها برضو، بس من غير ما ادهنها. واقطعها برضو بنفس الطريقة، بالطريقة اللي هي شبه المثلث دي. وبعد كده بقوم جايه حشيها عادي بالنوتيلا الاقتصادية بتاعتي، وبلفها. بس طبعا بحطها في صينية تانية لوحدها. بس هنا حبيت ان انا اصغر بس الشكل بتاع الكرواسونايه او بتاع الجلاشيه، اصغر يعني من بتاع اللي كان محشي جبنه، علشان خاطر يبقى طبعا كده كده كلنا ولادنا بيحبوا الحاجات اللي فيها شوكولاتات ومربات وكده. ممكن كمان تحشيها مربى لو انت حابه، فبراحتك خالص. الحشوه دي حاجه انت واللي انت بتحبيه واللي عندك في البيت من الولاد بيفضلوه بتعمليه لهم. انا بقى بقطع كده هنا، بس طبعا صغرت عن اللي انا كنت عامله فيها كنت حاشيه فيها الجبنه. طريقه سهله وبسيطه، ما وقفتش كتير في المطبخ، في ربع ساعه كنا خلصنا وعملنا. ممكن تبقى بالنسبه لك فطار، تبقى بالنسبه لك عشاء. حاجه سهله وبسيطه ومش مكلفه. لفه الجلاش مش غاليه،
وطبعا كده كده عندنا الحشوه اللي احنا ضفناها، اذا كانت الجبنه، كده كده كلنا بنبقوا جايبين الجبن يعني عشان خاطر السندوتشات بتاعه المدرسه بتاعه الولاد. وفي نفس الوقت النوتيلا برضو احنا عاملينها اقتصاديه وفي البيت، بتبقى في التلاجة برضو لسندوتشات المدارس. فيعني ما كلفناش نفسنا بس حاجه غير لفه الجلاش. وكده كده حتى برضو لفه الجلاش بتبقى موجوده عندنا في الفريزر، بنجيب واحده واتنين ونسيبهم في التلاجة من ان لاخر لما نعوزهم، او في الفريزر يعني. هنا خلصت الكميه بقى بتاعه الشوكولاته، وخلصت الكميه بتاعه الجبنه. جبت بقى بقيه الخليط اللي انا كنت دمجاه مع بعضه، وفردته فوق الجلاش بتاعي كده، عشان يديله طراوه كده، وفي نفس الوقت يبقى مقرمش من بره وطري ومورق من جوه. هنا بقى دخلته الفرن، وبعد كده خلاص استوى وبقى زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. وبصوا بقى مورق من جوه ازاي، هفتحه لكم بقى. وحشيت جزء منه دي جبنه شيدر. آه طبعا برضو طعمها جميل، وبص مورقه من جوه ازاي، تحفه والله بجد، عجبت الولاد جدا. بألف هنا وشفا. وزي ما قلت لك ممكن تعملي كوبايه شاي بلبن وتقعدي كده تفطري بيها، تتعشي بيها انت والولاد، بألف هنا وشفا يا رب. مورقه من جوه، زيها زي الكرواسون اللي احنا بنعمله، بس بطريقه سهله وبسيطه. بنسهل على نفسنا الوقفه في المطبخ. ساعات كلنا بنبقوا مستعجلين ومش قادرين نخش نعمل اي حاجه. واتمنى ان الوصفه بتاعتي النهارده تعجبكم وتنور رضاكم. متنسوش تدعموني، واشوفكم بكره على خير في فيديو جديد. مع الف خير وسلامه.